اخواتك دولت ما بيسالوش عليك ابدا تاخيرك ده؟ ما دريانين بحاجه، كل واحد مالي باللي هو فيه. طب عشان خاطري والنبي انت واكله لقمه. وحياتي تاكل انت الاول، مش مهم انا. السمك ايه؟ ايه احط لك ميه؟ مالك؟ ايه؟ مالك؟ ما تاخدنيش عليك. مالك بقى؟ ربيع مالك؟ عوني ربيع مالك بقى؟ فيك ايه؟ ربيع 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 رد عليا يا ربيع. في ايه يا ربيع؟ ربيع عارفه بنتي ايه يا ربيع؟ عارفه ناقصك ايه؟ ايه؟ ناقصك ايه؟ انا متجوزين. ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ في بلاغ من السكان بيقولوا ان الشقه دي مشبوهه. طب ممكن يا فندم تغير هدومها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي جابكم هنا؟ كفايه فضايح. انا مش فاهم حضرتك احنا قاعدين بنعمل ايه تاني؟ ورقه الجواز وشفتها والشقه اتاكدت انها مش مشبوهه، في ايه تاني؟ هدي اعصابك يا دكتور، دي اجراءات. اجراءات ايه؟ جوزي ما ماتش موته طبيعيه، انا متاكده ان البت دي حد زقها عليه عشان تموته. بنت ايه يا ست انت؟ انا والمصحف ابدا ده هي اللي جوزها طفش منها من كتر قرفها وزنها. من فضلك يا حضره الظابط، انا عارفه جوزي كويس، لا يمكن يعرف الاشكال دي. كلمه زياده وهتندمي على اللي بتقوليه ده. جرى ايه يا دكتور؟ ايه هتهددها قدامي؟ انت مش سامع كلامها المستفز؟ قدر ظروفها، انت راجل مثقف وفاهم. لو سمحت يا حضره الظابط، انا سايبه بنتي منهاره وتعبانه ولازم اطمن عليها، خلصني من فضلك. خلصت من ايه؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ لازم نشرح الجثه ونشوف سبب الوفاه. سامع اللي حصل لك يا بنتي؟ اللي حصل لك اللي جابكوا هنا؟ شويه فاتين. يلا بينا من هنا. احنا ناقصين يا ربي المصايب اللي واحده كده. لو سمحتوا لو سمحتوا. انا مش عايزين كده، مش فاهم على حضرتك تحبي تقولي ايه في موقف زي ده؟ انا دم جوزي مش هيروح هدر، والحكايه كلها لعبه سياسه رخيصه، والبنت دي حد زقها عليه، وانا متاكده الطب الشرعي هيقول كلامي. هو كان متجوزها فعلا؟ كده انا متاكده الورقه دي مزوره. امال هي ازاي خرجت؟ مؤقتا لحد نتيجه الطب الشرعي، وانا عارفه ان كلامي هيطلع صح. بس كل الشواهد بتقول انه مات بقرص فياجرا، ايه ردك؟ كده ده كلام فارغ عشان يشوهوا صورته. خش قدامي. انا اسفه. انا عارفه ان اي كلام دلوقتي مش هيبقى ليه معنى، بس والله العظيم ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. انت عارفه انت عملتي ايه؟ عارفه. لا ما انتيش عارفه، ما انتيش عارفه، عشان انت لو عارفه ما كنتيش عملتيه. انا طول عمري كنت بتحارب ولسه بتحارب وهفضل اتحارب. شفت مصايب قد كده، انما عمري ما في حاجه كسرتني. جيتي انتي وكسرتيني. انا كنت تايهه، كنتش عارفه انا بعمل ايه. غلبني شيطاني، كنت بدور على اي حاجه تعوضني اللي ناقصني. ناقصك؟ وانت كان ناقصك ايه؟ ناقصني اب يحميني وياخدني في حضنه، طبطب عليا، يبقى ظهري. انت زي ما كنتش حارمني من حاجه، احلى لبس واحلى عيشه وفلوس، بس انا كنت عايزه اب. انت ما قدرتش تعوضني الاحساس ده، ما كنتش فاضيلي.
ولما ابتديت احس بيا كنت انا خلاص اتعكيت في السكه اللي انا ماشيه فيها. كنت قوليلي انت خدي حقك مني بدل ما ترمي نفسك الرميه دي. انا كنت تايهه، ما كنتش شايفه، زي ما يكون مسحوره ولا معمول لي عمل. انا كنت بلطش. انت عارفه انت عملتي ايه؟ انت حرمتيني من اليوم اللي عشت عمري كله بستناه. كان نفسي بايدي دي البسك فستان الفرح والطرح. كان نفسي اخدك في دراعي واسلمك لعريسي. كان نفسي افرح بيكي وعينيا تدمع وانا مبسوط شايفك كبرتي وبقيتي عروسه. جيت انتي في لحظه طيش ومسحتي كل ده. عرفتي انتي عملتي فيا ايه يا مدام؟ يلا بقى لحسن كده هنتأخر. يلا ربنا معانا. كان في حد تاني معاكم في الشقة يا مدام سما؟ حد مين؟ لا ما كانش في حد. هو في ايه بالظبط يا فندم؟ تقرير الطب الشرعي أثبت إن سبب الوفاة تسمم نتيجة أكلة سمك ملوث بسم فران. ايه؟ انا كنت متاكده يا فندم من كده، انا قلت كده برضو. الحمد لله ربنا ظهر الحق. اسكتي من فضلك اسكتي. تسمم ايه يا فندم وسم فران ايه؟ اكيد في حاجه غلط. للأسف يا دكتور التقرير واضح، مفيش قدامي غير توجيه الاتهام لمدام سما بقتل جوزها مع سبق الإصرار. يا ترى القضيه وصلت لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقه ظهرت وبين انها قتلته. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، والتحقيق هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفه العلاقه بينهم ايه؟ مفيش علاقه، كله كذب في كذب. انا ليه ايه يا ستي؟ انت ما بتستحقيش، ما تبطليش كده، حرام عليك. عفه عمر سما انا هموت انا يا عمر. انا خايفه قوي. ليش ده وضع مؤقت، اكتر من محامي قال لي الكلام ده. انا خايفه قوي، انا مش عارفه يعملوا فيا ايه. ولا حاجه ولا يعملوا فيكي حاجه، ما تخافيش. مش تعالي يا ودي، تعالي يا ودي، ما تخافيش وتطمني خالص. طمنيني عليك انت، تاكلي وتشربي، انا ببعت لك اكل كل يوم. طمنيني، انا مش عارف انام يا سما. انا عارفه ان انا سبب المشاكل اللي انت فيها دي كلها، بسبب بس يا القرف ده. حبيبتي بس انت مهمتك تغلطي وانا اشيلها عنك. اتفقنا؟ مش انا اخوك الكبير، وده مش وقت حساب دلوقتي خالص. انا سرقتني السكينه، ما كنتش حاسه انا بعمل ايه لحد ما لقيت نفسي هنا. معلش يا حبيبتي ولا يهمك، ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص. المهم طمنيني عليكي. ناقصك ايه اجيبهولك هنا؟ محتاجه اجيب لك ايه؟ عايزه افضل في حضنك لحد ما اخرج من هنا.